بعد يوم زملكاوي جميل، فريق الكورة بنادي الزمالك بيفوز على أسوان بهدف لإبراهيم أنداي، وبيوصل للنقطة 46 وبيكمل رحلته في الحصول على المركز الثاني. عشان تعرف تفاصيل الماتش تابع معانا الحلقة، يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل إخواتي الزملكاوية في مصر والوطن العربي. أهلا بكل مشاهدي قناة ملوك ميت عقبة الأعزاء. إزيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. في البداية كده قبل ما أكلمك على تفاصيل ماتش النهاردة، عشان بتجيلي أسئلة كتير وناس بتسألني، وهو سؤال في ذهن كل مشجع زملكاوي عن أوسيريو وأفكاره الجديدة والطريقة اللي بيلعبها معانا في نادي الزمالك. إن شاء الله أعمل لكم حلقة جامدة جدا هتنزل بكرة، ملخص فكرة الراجل وإيه والمشكلة أصلا فين، عند المدير الفني ولا الإدارة ولا اللعيبة. كل ده ان شاء الله اعمل لكم حلقه، استنوها هتنزل بكره بامر الله. ان شاء الله يكون فيها كل التفاصيل وفيها وترد على كل التساؤلات، وبنوضح فيها كل شيء يخص الراجل وطريقته الجديده. نخش على الماتش. أوسيريو دخل ماتش النهارده بمحمد صبحي في حراسة المرمى، 3 قدامه حاتم سكر وحمزة المسلوسي وحسام عبد المجيد، 2 على الدايرة نبيل عماد دونجا ومحمد أشرف رؤى، قدامهم 2 زيزو وشيكابالا. اطراف الملعب كان بيلعب شلبي وينج شمال، وابراهيم أنداي وينج يمين، ومهاجم وحيد سيف الدين الجزيري. برسم تكتيكي طبعا 3-2-4-1 زي ما الصورة بتوضح ايه شكل الزمالك في الملعب من اول دقيقة في المباراة. الصورة بتوضح لك هنا وقفة لعيبة الزمالك 3-2-4-1 صريحة، ودي فكرة الراجل اللي بيلعب بيها معانا في الماتشات الأخيرة. الراجل بيعتمد في طريقة اللعب دي معانا إن هو بيتدرج من الكورة من تحت، بيبني اللعب من تحت عن طريق التدرج السريع بالكورة، لمسات كتير للكورة لكن بشكل سريع جدا جدا، بحيث توصل بأسرع طريقة ممكنة لمنطقة جزاء الخصم. وزي ما الصورة دي بتوضح ادي الكورة على حدود منطقة الجزاء، إبراهيم أنداي بيسدد الكورة. فكرة الراجل التانية يكون عندنا زيادة عددية زي ما انت شايف في الصورة كده بالظبط، زيادة عددية داخل منطقة الجزاء، 4 لعيبة جوه منطقة الجزاء. بالمناسبة الكرة دي بعد 20 تمريرة بين أقدام لعيبة نادي الزمالك، وادي الكرة زي ما انت شايف واصلة لإبراهيم أنداي وبيسدد. في الصورة قدامك 5 لعيبة، كمان بتوضح فكرة الراجل في الدفاع ان هو ما بيشركش 5 لعيبة تانية اللي هم ال2 بتوع نص الملعب وال3 المدافعين، دول واقفين ورا بيأمنوا الحتة الدفاعية. وادي حالة تانية بنفس فكرة الراجل، بعد التدرج بالكرة من تحت الكرة بتوصل لمصطفى شلبي بيسدد من مكانه، وزي ما انتم شايفين في 4 لعيبة جوه منطقة الجزاء، شيكابالا وزيزو والجزيري وابراهيم أنداي. فكرة الراجل واضحة ان هو بيتدرج بالكرة لغاية لما بيعمل التسديدة او بيعمل الاوفر او بتعمل العرضية، وبيكون في زيادة عددية جوه ال 18. صحيح بيبقى في وقت كبير الراجل بيصطدم بالكواليتي بتاع اللعيبة او جودة التسديدة او حتى الجودة بتاعة العرضية. اللعبة دي بتتأكد في الهدف اللي سجله ابراهيم أنداي. زي ما انتم شايفين الكرة اهي مع مصطفى شلبي ناحية الشمال، بيعمل اوفر جوه منطقة الجزاء، ادي موجود شيكا، موجود زيزو، موجود ابراهيم أنداي، وجاي من وراهم الجزيري اللي هو كان عامل الكرة لمصطفى شلبي. الكرة بتترفع زي ما انت شايف، بتنزل لزيزو بيسدد لكن بترتطم بالمدافع، بتروح لابراهيم أنداي بيسجلها في الجون على طول. وفكرة الراجل هنا بتوضح ليه هو محتاج زيادة عددية جوه ال 18 عشان يبقى عنده فرص أكبر للتسجيل وعدد لعيبة أكتر للتسجيل جوه منطقة ال 18. وبنفس فكرة الراجل بتأمين الناحية الدفاعية ب5 لعيبة اللي هم بتوع نص الملعب وخط المدافعين، ودي في كل الحالات بتوضح أفكار الراجل واضحة جدا. كمان في الطريقة دي الراجل بيعتمد بشكل كبير جدا على الوينجات بتاعته اللي هم بيقوموا بدورهم الدفاعي بأكمل وجه. زي ما انت شايف في الصورة هنا مصطفى شلبي الكرة من ناحية الشمال راجع لغاية رايت الكورنر، بيقفل على المهاجم وبيقفل على الخصم، وبيسانده حاتم سكر بيجي يقفل معاه زاويات التسديد او من خلال لعب المهاجم للكرة العرضية. الصورة التانية كمان اهي معاك بتوضح ابراهيم أنداي في الجنب اليمين راجع مع الباك بتاعه لغاية رايت الكورنر، بيقفل عليه وبيغطي المساحة، وورا منه حمزة المسلوسي على طول.
الراجل دخل الشوط الثاني بنفس الافكار وبنفس الطريقه وبنفس سيستم اللعب، لكن طبعا كلنا عارفين ان الزمالك عنده مشكله بدنيه بتحصل له الشوط الثاني، وبناء عليها بيحصل بعض القرارات الخاطئه من اللعيبه، ودي مشكلتنا في الفتره الاخيره، بنروح كتير بنضيع كتير، وبسبب قرار خاطئ للاعب زي مصطفى شلبي او ابراهيم انداي او حتى زيزو اللي هو اعلى لعيب في الفرقه، بسبب قرار خاطئ بنعمله بنخسر كور كتير ومبنقدرش نستفاد بالفكره بتاعه الراجل. وطبعا دي راجعه لنقص السكواد اللي عندك او عدد اللعيبه المتاح لتنفيذ فكره الراجل في ارض الملعب. الراجل كمان بيصطدم بمشكلة كبيرة جدا، وهي ان اللي نازل مش بنفس كفاءة اللي في الملعب، اللي بالمناسبة اللي في الملعب ده هو مش احسن حاجة، لكن الفكرة بتاعت الراجل بينزل بيها باحسن لعيبة تقدر تنفذ الفكرة معاه خلال المباراة. يعني ببساطة كل طريقة ليها مميزاتها وليها عيوبها، ممكن عيوبها تتدارى بكواليتي اعلى بعمق سكواد اكبر. كمان الطريقة دي بتحتاج لعدد معين من اللعيبة، خصوصا اللعيبة اللي بتلعب من نص الملعب للحتة اللي قدام، لانها بتتطلب جهد بدني عالي، لانها كلها ادوار مركبة. للوينج انت بتلعب ناحية الشمال وبترجع تدافع لغاية الراية الركنية بتاعتك، بتلتزم بالحتة الدفاعية. كمان لعيب نص الملعب بيغطي مساحات كبيرة جدا، لان بيبقى فيه 5 بيهاجموا، فالحتة بتاعت نص الملعب بيبقى فيها جاب كبير، فبلعيب نص الملعب بيبقى محتاج يبقى عنده مجهود بدني كبير، فهنا بتحتاج اللي يكون عندك عدد بدايل كتير جدا يقدر ينفذ معاك الطريقة بتاعت الراجل. وده بيدل ان الطريقة دي بتحتاج لجهد بدني كبير جدا جدا جدا، ودي اللي محتاج الراجل يشتغل عليها اكتر الفترة الجاية. في الاخر مبروك لكل جمهور الزمالك العظيم فوز النهاردة، ونتمنى نكمل على كده الفترة الجاية، نفوز ماتشات كتير عشان نقدر نوصل للمركز الثاني اللي قلت بالمناسبة مهم جدا للزمالك عشان الوصول لبطولة افريقيا. اتمنى تكون الحلقة عجبتكم، بشكركم طبعا، متنسوناش بقى بدعمكم، لايك كتير وشير كتير عشان نوصل لعدد كبير من اخواتنا الزملكاوية. اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.